السلام عليكم أحبتي. موضوع اليوم هو التعريف بالمعلم الفنان بوجمعة العملي. كثير من الآسفيين أحبتي حتى اليوم يطلقون على خزفيات آسفي بكافة أحجامها اسم العملي، وفي قولهم إفصاح واعتراف منهم بين وحقيقي وعفوي بجهود هذا المعلم المبدع بوجمعة العملي وبمكرماته في النهوض بالصناعة الخزف بآسفي، والتي بفضلها صارت أعظم وأشهر صناعة تقليدية بآسفي، لتتبوأ بها مدينتنا المكان الأولى وطنيا إبداعا وإنتاجا وتشغيلا، ولتنال بها صيتا عالميا بمختلف قارات المعمور. وبوجمعة العملي جزائري الأصل قبيلي